عشان الناس بتتكلم على السوشيال ميديا وتسمع كلام كتير. ارتفاع أسعار البنزين في هذا التوقيت جريمة اقتصادية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا جماعة، لما الحكومة ترفع أسعار البنزين في وقت الناس أصلا مش قادرة تستحمل، فده مش قرار اقتصادي، ده قرار ضد المواطن الغلبان اللي كل يوم بيحسب الجنيه قبل ما يصرفه. الناس في الشارع مش ناقصة غلاء، كيلو الطماطم بقى ب15، ورغيف العيش الصناعي ب5، وأجرة المواصلات بتزيد كل أسبوع. تيجي دلوقتي الحكومة ترفع البنزين. طب ما هو البنزين ده مش بس العربيات الخاصة، ده روح البلد، هو اللي بيشغل كل حاجة، النقل، الصناعة، المزارع، المصانع، محلات التموين، عربيات الخضار. يعني ايه زيادة في غلاء جديد كل يوم؟ النهاردة المواطن مش عايز يسمع تبريرات عن سعر البرميل العالمي ولا تكلفة الدعم. الناس عايزة حكومة تحس بيهم، حكومة تحسب القرار مش بالأرقام بس، لكن بحياة الناس اليومية. بصراحة رفع أسعار البنزين في التوقيت ده كارثة اقتصادية بكل المقاييس. ليه؟ لأن التضخم لسه ما وقفش، والجنيه لسه بيفقد قيمته، والمرتبات مكانها ثابتة زي ما هي. يعني ايه جنيه زيادة في البنزين يولع السوق كله؟ هتزيد أجرة الميكروباص، والأسعار هتتحرك، والتجار هيرفعوا، والمواطن هو اللي بيدفع الثمن في الآخر. يا سادة، الإصلاح الاقتصادي الحقيقي مش إنك ترفع الأسعار وتقول ده عدالة اجتماعية. الإصلاح الحقيقي إنك تقلل الفساد، تحارب الاحتكار، وتعيد ترتيب أولوياتك. مش معقول الدولة كل شوية تلاقي الحل في جيب المواطن وكأن الشعب هو اللي غلط. البلد محتاجة النهاردة حكومة اقتصادية جديدة فيها ناس تفهم السوق، تحس بالناس، ناس عندها فكر اقتصادي، مش حافظين نظريات من الكتب القديمة، ناس عندها الجراءة تقول كفاية تحميل على المواطن فوق طاقته. أنا مش بقول الكلام ده علشان الهجوم ولا المعاندة، لكن لأننا لو فضلنا ماشيين بنفس الطريقة دي فالمواطن مش هيستحمل أكتر من كده، وساعتها مش بس الأسعار اللي هتغلي، الناس نفسها هي اللي هتغلي. رسالتي لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي: يا ريس، الشعب مش محتاج مبررات، الشعب محتاج أمل حقيقي. غير الفريق الاقتصادي، راجع التوازن، واسمع صوت الشارع. الناس مش ضد الإصلاح، الناس ضد الظلم الاقتصادي اللي بيكسرهم كل يوم. والسؤال هنا للجمهور: هل شايف ان رفع اسعار البنزين قرار ضروري لانقاذ الاقتصاد، ولا جريمة اقتصادية ضد المواطن في اسوأ توقيت ممكن؟ شارك برأيك بصراحة في التعليقات. احنا هنا علشان نوصل صوت الناس الغلابة. كان معكم أحمد العشري من قناة جسر الأمل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وتعيش مصر حرة مستقرة، قائدة الشرق الأوسط وقائدة العرب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.